يا صباح الفل، مساء الخير والسعادة على الناس الحلوة بالزيادة، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المشاكس. أنا محمد حرف ويلا بينا نحكيها صح. عايز أقول لك إن ميركاتو الأهلي ولع. ميركاتو الأهلي السنة دي كان ميركاتو عظيم. الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للمجتهد، الراجل اللي دارس، الراجل اللي فاهم، مهندس الدكتور عصام سراج الدين. راجل متعلم، راجل فاهم. عندك ادوات، عندك اسم كبير زي النادي الاهلي مغري وينجح اي حد، لكن فكره ان انت تكون قادر ان انت تشغل المنصب وتحقق نتائج وسرعه واداء ويبقى عندك الانجاز، وفكره ان احنا ما ننامش وناخد منه. هو راجل شغال، راجل عنده انجازات. انت في المواسم اللي فاتت كنت طول الوقت ما عندكش الثقه في ان الشخص اللي بيدير في هو صاحب القرار. لكن انا بقول لك ان عصام سراج الدين مع اداره الاهلي بالطموحات الجديده، بالتغييرات الاداريه والهيكليه اللي حاصله، تقدر تقول ان هو يعني استغل عوامل النجاح فظهرت النتائج. احنا عايزين الحلقه دي هيبقى فيها كتير من الاسئله لحضراتكم. يعني انا هقول لك اسئله وانا مستني اجابتكم في التفاعل. هي مش حلقه ان انا جاي اقول لك بقى انه القصه راحت فين وجت منين والكلام ده كله، لكن رايك ايه في الصفقات؟ مين اللعيب اللي انت ممكن تتوقع السنه دي ان هو يكون النجم الشباك؟ ايه رايك بقى في صفقات الطوارئ؟ عصام سراج الدين كان في المجلس بتاع مهندس محمود طاهر. مهندس محمود طاهر واحد من الناس اللي حققت نجاحات على المستوى الاستثماري في الاهلي. يعني لما جاب ايفونا وباع ايفونا برقم كبير، لما باع رمضان صبحي وداه الدوري الانجليزي برقم كبير، فانت كان عندك الراجل ده اللي كان شغال معاه، ده عمود الخيمه، ده الاساسي والجوكر ده كان نجم الشباك في الاداره. فانت النهارده لما تقارن الفتره بتاعت عصام سراج القليله جدا الثلاث شهور اللي فاتوا بفتره اسامه هلال، بفتره الله يسامحه بقى السمسار امير توفيق، تشوف ان الراجل النهارده جاب لك، يعني بص كده: علي محمود، اقطاي عبد الله، محمود صلاح، توفيق محمد، سفيان بن جديده، منصف بكرار. فانت عندك 5 6 صفقات، مصائب قوم عند قوم فوائده. فتوفيق محمد ده كان، بص، اللي جه في اخر ساعتين ده كان بقاله 3 سنين النادي الاهلي عايزه. ده لعيب مش هقول لك اللي هو الفوره، لكن هو لعيب عنده شخصيه واقوى من يوسف بالعمري. الفكره فين؟ ان انت النهارده لما احتجت تعمل صفقه سريعه وجدت، انزل خد هات يلا، خلص الموسم، خلصت الميركاتو بسلطاته بابا غنوجه. تعالوا بقى كده نخش مع بعض على طول ونسال بعض كام سؤال. مين اللاعب في الاهلي الاقرب لقلبك؟ اي لعيب بقى يعني انت حبه، انت اللعيب ده كده يعني حاسه كده ان هو لعيب اهلاوي بجد. يعني انا شايف النهارده مثلا محمود صلاح، اللعيب اللي ضحى بجزء من مرتبه عشان يجي النادي الاهلي ولسه 18 سنه. يعني محمود صلاح ده استنى، محمود صلاح ده، بس انا بقول لك محمود صلاح الصفقه دي استناها، ربنا يبعد عنه الاصابه والغرور، واستنى الواد ده بص هيروح في حته بعيده لشيء واحد بس: ما عندكش في الدوري المصري لعيب بالكواليتي ده ولعب درجه اولى في السن ده. قليل جدا. انت كنت بتشوف زمان كان فيه، لما دخل الاستثمار ودخلت الاحتراف والملايين والكلام ده، ما بقاش فيه. المدرب النهارده عايز يحقق بطوله وعايز يحقق نتائج وعايز ياخد راتب كبير، فعايز لعيب جاهز، وفر لي عده عشان اديك نتائج. فالقصه بالنسبه له كده. لكن تعال اقول لك النهارده حاجه الثانيه: مين اللعيب اللي تتوقع ان هو يتالق السنه دي؟ يعني انت عندك قايمه ما شاء الله مدججه، عندك قايمه رجع لك 2 انت ما كنتش تتوقع ان هم يرجعوا: رضا سليم واشرف داري. وخلي بالك من الاسمين دول، رضا سليم واشرف داري. اشرف داري انت لابسه في القايمه، لكن انت لما اشتريته كنت جايبه نجم، لكن اصاباته بعدته كتير، لكن في الوقت ده طمعه لبسك فيه، لان هو راجل كان عايز فلوس زي ما انتم عارفين القصه كلها. لكن انا بقول لك السنه دي ركز مع الاسمين دول: اشرف داري ورضا سليم. الاثنين دول انا حاسس هيطلعوا حاجه، وبقول لك احساسي كده. يعني ربنا يكرمه واشرف داري لو ما جالوش صليبي معلش بقى انا مش بفول عليه، بس هو لو ما جالوش صليبي اشرف داري يعمل حاجه السنه دي، لانه عايز يثبت ان هو حاجه، وعايز يرجع يمشي من النادي الاهلي بشكل كويس وبراتب حلو. رضا سليم انا بقى اريح اي حته براحتي، لكن انا بقول لك انت سبحان الله يجي اكرم توفيق يقول لك مش هتجيب اجنبي، ويحل لك اللغز في نص الملعب، ويصدر لك الضغط المروان عطيه، ويضغط لك على محمد هاني عشان هو بيلعب باك رايت، وفي نفس الوقت يرجع لك احمد رضا على المدافع ورا، ويخلص لك فيلم بقى بتاع ايه؟ تأيد اشرف داري. بص دي بتاعت ربنا. اصابه يوسف بالعمري يحل لك قصه رضا سليم، ويجيب توفيق محمد الاهلي. كل دي اقدار، كل دي اقدار. لكن انت النهارده لما بتكون مجتهد وتاخد بالاسباب وتستخدم ادواتك مظبوط وتلعب باسم النادي الاهلي صح، لان اسم النادي الاهلي مغري، اسم النادي الاهلي نجح. فانت تشوف النهارده محمود صلاح العيل اللي لسه 18 سنه ويضحي ب5 مليون من مرتبه في السنه الاولى مع النادي الاهلي في سبيل ان هو يجي النادي الاهلي، تقول لي شابوه برافو محمود صلاح. انا لما تيجي تسالني مين اقرب لاعب لقلبك اقول لك محمود صلاح، اللي لسه ما جاش ده، اللي لسه ما شفتوش ده. ليه؟ لانه اشترى النادي الاهلي، عرف قيمه قميص النادي الاهلي، عرف ان النادي الاهلي هيجيب الشهره والفلوس وهو لسه شاب صغير، عرف النهارده ان هو لما يخش كيان
بيشجعوا 80 مليون، هيبقى عنده 80 مليون شمعه، 80 مليون لايك، 80 مليون تسقيفه، 80 مليون هتاف، 80 مليون توقيع، لو نزل الشارع ما يروحش فاضي بحب الناس اللي انت ما تتخيلوش. فانا بقول لك انت دلوقتي مين اللاعب اللي تتوقع ان هو يتالق السنه دي في الاهلي؟ اختار اللاعب اللي انت عايزه. مين اللاعب في الاهلي اللي مش هياخد فرصه السنه دي؟ انت طبعا في الزحمه اللي انت شايفها دي، زحمه زحمه يا الدنيا زحمه، انت عندك 5 ناشئين و30 لعيب، عندك 35 راس يلعب منهم 11، وفي التغييرات هتاخد 5 بس، الخمسه دول مش هياخدوا 90 دقيقه، يعني في تغيير اضطراري، في واحد ياخد ربع، في واحد ياخد نص، في واحد ياخد شوط. فانت النهارده بتتكلم في متوسط اللعيبه اللي هتلعب في الماتش الواحد قول 13 14 لعيب، يعني بكبيره قوي انت بتتكلم في 13 الفرقه وثلاث تغييرات في بين الشوطين، يعني واحد ياخد نص، واحد ياخد تلت، واحد ياخد نص، واحد ياخد تلت. وبتتكلم النهارده مثلا ممكن واحد ينزل بقى ايه يفنش لك الماتش، يقف على الكوره يمشي الدنيا. فانت النهارده مين اللعيب اللي مش هياخد فرصه السنه دي؟ يعني انا في القايمه المليانه دي مين تتوقع انه ما ياخدش فرصه؟ السؤال بقى المهم جدا بخلاف محمود صلاح، عشان محمود صلاح انا ما بعتبروش ناشئ، مين اللعيب من الشباب اللي انت تتوقع السنه دي ان هو ممكن يعلم؟ عندك محمد عبد الله، عندك عمر سيد معوض، يعني مين بقى من الناس دي ممكن ان انت تحس السنه دي ممكن واحد من دول كده ينور، لعيب كده يطلع كده عشان نجيب كابتن للنادي الاهلي؟ قاعد فوق بقى كباتن دلوقتي، محمد الشناوي بيبطل، محمد هاني خلاص، ما عندكش انت كباتن في النادي الاهلي. طب مين اللعيب من الشباب دي اللي ممكن ياخد فرصه وينور وتحس ان انت بتبني كادر في النادي الاهلي؟ السؤال الصعب بقى، ان شاء الله تتوقع الاهلي يفوز بكام بطوله السنه دي؟ انت هتشارك كونفدراليه، دوري عام، كاس مصر، كاس رابطه، سوبر، يعني هتشارك في 5. تتوقع الاهلي ان شاء الله ياخد كام بطوله من ال5 دول؟ يعني ده يعني بص، احنا عايزين السنه دي بقى نودي، مش عايزين بقى زي السنه اللي فاتت كانت صايمه. عايز اقول لك سؤال برضو من الاسئله الحلوه، مين من اللعيبه اللي كان نفسك يجي النادي الاهلي السنه دي والاداره ما قدرتش تجيبه؟ يعني احنا السنه دي مثلا جبنا سفيان بن جديده، جبنا منصف بقرار، جبنا محمود صلاح، توفيق محمد، اقطاي عبد الله، علي محمود. وركز مع اقطاي وعلي محمود، هم مش هيكونوا اساسيين، يعني علي محمود بقول لك هيبقى اساسي، بس انا بقول لك علي محمود مش هيبقى اساسي، علي محمود بيلعب في مكان امام عاشور ومش هيبقى اساسي يعني، بس هو لعيب هيبقى مؤثر. اقطاي عبد الله، اتوقع اقطاي عبد الله السنه دي هيعمل حاجه حلوه، واقطاي عبد الله من لعيب فلاح فعايز يثبت نفسه، فربنا يبعد برضه عنه الغرور واضواء المدينه. مين بقى اللعيب اللي الاهلي جابه وفرحك ان انت انا مبسوط ان احنا جبنا ده غير محمود صلاح بقى، عشان محمود صلاح ده الكريمه بتاعي؟ مين بقى اللعيب في النادي الاهلي اللي انت لما الاهلي تعاقد معاه فرحت ان احنا جبنا النموذج ده، النسخه دي كان الاهلي محتاجها؟ قول لنا اللعيب اللي انت انبسطت ان النادي الاهلي تعاقد معاه. في الجهاز الاداري بقى، يعني انا النهارده حاطط نجم الحلقه عصام سراج الدين مدير التعاقدات، مين في الجهاز الاداري حاسس ان هو السنه دي هيبقى دوره مهم، او ان السنه دي ده صفقه من صفقات النادي الاهلي؟ عندك وائل جمعه، عندك سراج الدين، اختار بقى انت كده وقول لنا. السنه دي الاهلي خد شويه قرارات، ايه القرار اللي عجبك في قرارات النادي الاهلي السنه دي؟ النادي الاهلي خد شويه قرارات، ناس مشيت، ناس قعدت، اتحاد الكوره، تعيينات، تغيير في شكل الجهاز الاداري للكوره، مدربين. ايه القرار اللي انت حاسس ان النادي الاهلي اخده، ومن وجهه نظرك قول لنا ليه؟ النادي الاهلي اصدر كذا بيان السنه دي، ايه البيان اللي انت حسيت ان النادي الاهلي لم يوفق فيه، وايه البيان اللي حسيت ان النادي الاهلي كان موفق فيه جدا؟ ادي بص انا كده احنا بنقيم بقى الايه بدايه الموسم اهو. السنه اللي فاتت كان عندنا مجموعه من اللعيبه، مين اللعيب اللي ما خدش فرصه السنه اللي فاتت والسنه دي ممكن ان شاء الله ياخد فرصه ويكون من العناصر المؤثره باذن الله؟ فالسنه دي بالنسبه لك انت هتشوف دوري مش على صفيح ساخن بقى، لا ده دوري بقى، دوري الجمهور. السنه اللي فاتت كان دوري الزمالك بجمهوره، السنه دي بقى لاعيبه وجمهور، فانت هتشوف السنه دي دوري مختلف، دوري شرس، في تفاصيل كتير، في احداث كتير، في اعلام فيه. لما تيجي تفتح صفحه الاهلي حضرتك يا بتوع اول امبارح، اول امبارح في كده حاجات بشوفها ما اعرفش هم مين بيسلخ، مش هيسيب حد في حاله. فانت السنه دي عندك كميه صرف من الفلوس، النادي الاهلي صرف كتير جدا، الاهلي عمل انتدابات قويه جدا جدا على مستوى خط الدفاع، عنده بعض النواقص، بيحاول ان هو يوظف احمد رضا، بيحاول ان هو ايد اشرف داري، هيحاول ان هو يجرب عمرو الجزار. عندك الباك اليمين طبعا انت ما انتدبتش حد فيه، بس عندك حل جديد اللي هو اكرم توفيق. فعندك تشكيله النادي الاهلي بنسبه 95% تشكيله فيها تنوع.